زي هذه. نبدأ من مجسم يوضح شكل مكة المكرمة قبل الاستيطان البشري وبعد طوفان نبينا نوح عليه السلام. بتلاحظوا في هذا المكان، هذا مكان الكعبة المشرفة، لكن أزيل بناءها مع طوفان نبينا نوح عليه السلام، فما كان أحد يعرف مكانها. جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام من الشام بأمر من الله سبحانه وتعالى، ووضع لستنا هاجر وطفلها سيدنا إسماعيل عليه السلام خيمة في وسط وادي مهجور، ورجع إلى الشام. وبدأت ستنا هاجر تبحث عن الماء هنا بين جبل الصفا والمروة، حتى أخذت 7 أشواط ونبع الماء من تحت قدمي سيدنا إسماعيل. هذا مكان بئر زمزم. فجاءت ستنا هاجر وجمعت الماء وتقول للماء زم زم وسم الماء بماء. كانت تجمع الماء وتقول للماء زم زم فسم الماء بماء زمزم. وشربت هي وطفلها، وبدأت الطيور تحوم فوق هذا الوادي بسبب الماء. في قبائل يمنية يسافروا من اليمن إلى الشام للتجارة، وقبيلة جرهم اليمنية كانوا راجعين طبعا في كل مرة يستريحوا أسفل مكة خلف هذا الجبل في هذه المنطقة. هذا الوقت جرهم راجعين رأوا الطيور فوق الوادي، يعرفوا أن الوادي مهجور، فدخلوا الوادي يستكشفوا فرأوا ستنا هاجر وطفلها والماء، ففرحوا واستأذنوا من ستنا هاجر وسكنوا في مكة في هذا الوادي. هنشوف يا جماعة الخير هنا مراحل بناء الكعبة. نعم، هنا تشوف شكل الكعبة نفس المجسم الأول كيف كانت مهدومة، كانت أكمة. سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما رفعوا القواعد وبنوها طلعت الكعبة مستطيلة ولها بابين وبنوها بدون سقف. في عهد قريش أعادوا بناءها واتفقوا أن لا ينفقوا في بناء الكعبة إلا المال الحلال، فجمعوا مالهم الحلال وبدأوا في البناء، لكن نفذ منهم المال الحلال فبنوها ناقصة بشكل مربع والكعبة مستطيلة إلى هنا، فبنوا هذا السور يضم الجزء اللي خرج من الكعبة، هذا الحجر أو الحطيم. لذلك الناس تتزاحم في هذه المنطقة، لأنك لو دخلت هذه المنطقة كأنك داخل الكعبة. سيدنا عبد الله بن الزبير أكمل بناء الكعبة وجعلها مستطيلة، ولكن جاء الحجاج بن يوسف قتله وهدم الكعبة وأعادها مربع. بسم الله، رجعها زي ما كانت في عهد قريش. في العهد العثماني رفعوها إلى الأعلى وجلست إلى يومنا هذا بشكل مربع ونصف دائرة. سبحان. عندنا بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بسم الله. هنا احنا وضحنا بيت السيدة عائشة رضي الله عنها من الداخل، وبيتها كان عبارة عن غرفة مسقوفة لها سقف تنام فيها السيدة عائشة وينام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الجزء الخارجي هذا الحوش، الحجرة اللي بدون سقف، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير على الأرض في الغرفة، لكن سريره في الحوش. معظم وقته صلى الله عليه وسلم في البيت كان يقضيه وهو مستيقظ على هذا السرير، وهنا يستقبل الضيوف والصحابة والوفود. وللبيت بابين، باب إلى الروضة الشريفة إلى الحرم، وباب إلى خارج البيت. وهذه نافذة فتحها النبي صلى الله عليه وسلم لبيت ابنته السيدة فاطمة الزهراء من شدة حبه بابنته، كان يطمن عليها في وقت كل صلاة ويوقظها لصلاة الفجر. لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم توفى على سريره في الحوش، فاحتاروا الصحابة بمكان الدفن، فقال سيدنا أبو بكر: سمعت النبي يقول الأنبياء يدفنوا حيث يقبضوا. فأزاحوا السرير وحفروا في نفس المكان، شوف المرحلة الثانية، شق ولحد قبر للنبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا سرير آخر لغسل النبي، وغسلوا النبي من فوق ثيابه، ما أخرجوا ثياب الرسول عليه الصلاة والسلام أدبا مع النبي، وما طيبوه لأنه هو رائحته أطيب من الطيب، ما يحتاج أحد يطيبه صلى الله عليه وسلم. ثم ألبسوه الكفن وهو عبارة عن 3 أثواب من فوق ثيابه، وأزالوا سرير الغسل ووضعوا سرير النبي هنا، ووضعوا النبي على السرير حتى يصلوا عليه. فبدأوا الصلاة الرجال يدخلوا من باب الروضة، يقفوا هنا يصلوا على النبي فرادى، واللي يخلص الصلاة يخرج من باب البيت، وتدخل المجموعة الثانية يصلوا ويخرجوا حتى انتهوا جميع الرجال، ثم الأطفال وثم النساء. لما انصرف الناس السيدة عائشة رضي الله عنها أغلقت الباب المؤدي إلى الروضة الشريفة لعدم حاجتها. إذا تبي تروح الهرم تخرج من البيت تروح تدخل من باب النساء، فما تستخدم هذا الباب اللي يدخلها للرجال. ووضعت سرير النبي هنا. لما توفي أبوها سيدنا أبو بكر دفن خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ورأسه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر بن الخطاب لما طعن في المسجد أرسل ابنه يستأذن من السيدة عائشة أنه يريد أن يدفن بجنب صاحبيه، فوافقت. كانت تريد المكان لنفسه ولكن آثرت على نفسه سيدنا عمر ودفن في هذا المكان. وسيدنا عمر وصاه قال له: إذا وافقت لا تأتيني بأبي بكر، من أكون أنا عند أبي بكر؟ فنزل قبر سيدنا عمر رأسه عند وسط سيدنا أبو بكر، مو عند كتفه زي النبي صلى الله عليه وسلم.
زي سيدنا أبو بكر عند النبي. فصارت القبور بالتدريج، وصارت السيدة عائشة إذا خرجت من الغرفة للحوش في بيتها وضعت خمارها تتغطى غطاء كامل على سيدنا عمر وهو في قبره من شدة الأدب والحياء والعفة رضي الله عنها. إذا دخلت بيتي الذي دفن فيه زوجي وأبي أبي بكر كنت أضع ثوبي وأقول في نفسي إنما هو أبي وزوجي. فلما دفن عمر فوالله ما دخلته إلا وثيابي علي مشدودة استحياء من عمر، حتى شق عليها الخروج فبنت هذا الساتر وأغلقت المكان على القبور الشريفة عشان تقدر تخرج هنا براحتها. وقبل ما تتوفى كانت دائما توصي بأختها سيدنا عبد الله بن الزبير انه لما توفى لا تجعل قبري في هذا المكان، تستحي بعد الوفاة كيف يتحط جسدها جنب رجل غير محرم لها سيدنا عمر بن الخطاب. كانت تقول له ادفني عند صويحباتي، تقصد زوجات الرسول في البقيع، وفعلا توفت سنة 57 ودفنت في البقيع جنب الزوجات. لا إله رضي الله عنهم جميعا. رضي الله عنهم جميعا وأرضاه.